تخيل الشمس فوق دماغك مباشرة، ناس بتجري وبتصرخ وبتدور على أي ظل، أي راحة، بس مفيش. العرق واصل لنص جسمك، الخوف بيكتم نفسك. ده مش فيلم، لا، ده يوم القيامة. بس في نفس اللحظة بقى في ناس واقفة ثابتة وهادية وبتضحك ومطمنة تحت ظل عظيم، لا في حر ولا عرق ولا أي حاجة. الظل ده هو ظل عرش الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إيه؟ قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 بس، يعني 7 أنواع. هل ممكن نكون إحنا منهم؟ يا ترى إحنا هنبقى في الزحمة والحر والخوف والقلق، ولا هنبقى تحت ظل عرش الرحمن؟ وخلي بالكوا، القرار دلوقتي، وانت بتسمع دلوقتي او انت بتسمعي دلوقتي تقدروا تاخدوا القرار. قرار ما ينفعش اخده هناك. تمام؟ ايه هما ال7 انواع دول؟ يمكن نكون احنا منهم. ال7 انواع دول مش للرجالة بس، ممكن للرجالة للستات. اول نوع معانا الامام العادل. الامام العادل مش شرط يكون راجل. يعني ازاي؟ يعني مش لازم يكون رئيس دولة او حد ماسك منصب كبير وكده. انت اب، مش كده؟ انت كمان ام، عندك حد مسؤول. انت مسؤولة عن ولادك، مسؤولة عن شغلك لو بتشتغلي. كم مرة قدرت تظلمي وتعملي الغلط وما عملتيهوش؟ مش عشان منظرك او الناس ما تقولش عليكي دي ست مفترية ولا راجل ظالم، لا، عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. كان في ايدك انك تظلمي وعدلتي، اخترت الحق، او اخترت انت كمان الحق والصح، وانت عارف ان ده هيكلفك كتير، بس برضو خفت من ربنا. تاني نوع معانا شاب نشأ في طاعة الله. الشباب يعني وقت الشهوات، وقت الصحاب، وقت تعالوا نعيش الحياة. لكن هو قال بقى، او هي قالت: انا عايزة ربنا، انا عايزة ربنا، انا عايزة اعيش كده مع ربنا. سابوا الحرام، اختاروا الطريق الصح، علشان عاملين حساب اليوم ده. تالت نوع اللي قلبه معلق بالمساجد. لا، مش بس هو بيستنى الصلاة علشان يصليها وخلاص تقضية واجب، لا، ده بيستنى الصلاة عشان بيرتاح في الصلاة، بيرمي حمول على ربنا، مستني الأذان يأذن وقاعد وعارف الأذان امتى وجاهز نفسه وهيصلي. يمكن في ناس كتير بتصلي تقضية واجب، إنما الناس دي لو اتأخرت عن الصلاة ولو دقيقة تحس إن في حاجة غلط، تحس إن ما تعبانين يعني، لا، في حاجة غلط. رابع نوع 2 تحابا في الله، تجمع عليه وافترقوا عليه. يعني في زمن المصالح اللي احنا عايشين فيه 2 حبوا بعض، مش واحد وواحدة، لا، 2 حبوا بعض. يعني 2 شباب، 2 بنات حبوا بعض علشان ربنا، مش عشان شهرة بقى، ولا ده غني فهاخد منه واميل عليه، ولا علشان ده حلو هاخد منه مصلحة. اتقابلوا في طاعة واتفرقوا على طاعة، حب نضيف ونادر كده وصادق، مش عشان مصلحة، لا، بيعينوا بعض على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. رن عليا نعمل تحدي، مين هيذكر ربنا اكتر، مين هيقرأ الورد النهاردة، تعالوا نعمل جدوى، تعالوا نزور حد مريض، تعالوا نصلي الفجر في الجامع. تجمع عليه وافترق عليه. خامس نوع رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. النقطة دي صعبة قوي. ليه؟ لأن النقطة دي في السر، محدش شايفنا، محدش شايف الفرصة، فرصة جاهزة ومتغلفة وجاية تطلبك كمان. بس هو قال ايه؟ انا بخاف من ربنا، مش عشان الفضيحة، مش علشان خايف من الناس، لا، عشان خايف من ربنا. فرق كبير قوي قوي قوي. وده النقطة دي
زي قصة سيدنا يوسف لما امرأة العزيز طلبته، هو قال ايه؟ استعصم، قال إني أخاف الله. رقم 6 يعني، النوع رقم 6، رجل تصدق بصدقة فأخفاها. يعني راجل شاب أو بنت أو شابة أو أيا كان طلعت اللي في جيبها من غير ما من غير ما جيبها التانية يعرف هي طلعت ايه. مش زي دلوقتي بقى، تعالى صورني وانا بدي الناس وانا بكسر نفس الناس وانا بصورهم وبنزلهم على النت، مش بكتب بوست تعالوا واعملوا معايا وكذا وكذا وكذا. انا مش ضد ان الصدقة تبقى في العلن، انا مش ضدها، لان ساعات الصدقة اللي بتبقى في العلن والاطعام والحاجات اللي بتحصل والناس اللي بتنزلها ساعات بتشجع ناس انها تعملها، وبتدي افكار كتير قوي لناس ان هي تعملها. بس انا ما بشجعش او ما بحبش اللي بيصور بقى الناس وهي بتاخد الحاجة دي. منظر الناس دي ايه جنب جيرانها وحبايبها واصحابها لما يطلعوا على السوشيال ميديا بالطريقة دي؟ ليعمل خير في السر وفي العلن. يعني ربنا بيحب الصدقة في السر وفي العلن عادي. ربنا بيحب الناس اللي بتعمل يعني لله، مش مستنية حاجة من الناس، مستنيين الجنة بس مش أكتر. 7 نوع وهو آخر نوع، رجل أو ست برضو ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا نهار أبيض، أنا كل ما أجي أقرأ أو أسمع القصة دي أو الحديث ده النقطة دي بقف عندها. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني أنا قاعد لوحدي وافتكرت وقت أنا ضعفت فيه مثلا وعملت حاجة غلط، كلنا ذنوب، فعيني دمعت لوحدها. مش دمعت ان انا لا انا نفسي ارجع للغلط تاني، لا، دمعت ان انا بقول يا رب سامحني، يا رب انا عملت حاجات وحشة كتير وبرضه لسه بتتوب عليا وبرضه لسه بتغفر لي. مفيش حد بيحكم عليك، تفتكر ذنوبك بتعيط من خشية لله سبحانه وتعالى، بس مش اكتر من كده. خلينا نفتكر نعم ربنا علينا ونبكي. ممكن الدمعة دي دمعة صادقة ابتغاء مرضات الله هي اللي تنقذك في يوم، نقول رهبة، خوف، رعب، بس مش هيبقى رعب لل7 دول. تخيل نفسك كده ناس بتصرخ في الحر اللي لا يحتمل ده، وانت عايز تبقى معاهم ولا مع الفريق التاني اللي واقفين في ظل عرش الرحمن في امان وسكينة؟ فرق بينك وبينهم ايه؟ قرار تاخده النهاردة ايه؟ دلوقتي مش بكرة. ابدأوا بحاجة واحدة، الصلاة والصدقة والدمعة الصادقة. يمكن نكون منه. لو الفيديو لمس قلوبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.